احنا بنتكلم على ايه؟ انت بتقول دلوقتي ان الكهرباء هيتوقف يوم 10، انا بقول لك لا. هجيب لك حماده هلال يقول لك هاتوا الفلوس اللي عليكم. الله الله الله، ايه كده؟ طيب هقول لك ايه، ما انت وانت مين يا كابتن؟ وانت مين بتقول لي كده؟ انت راجل ولا زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا انا بقول لك حماده هلال مش انا. حماده هلال ده حبيبي وصاحبي. طيب بس نتكلم يعني ممكن بكره؟ ممكن يوم 11 وممكن يكون يوم 12. يعني فلوس جاهزه ده ما معناه. ايوه يا فندم، فلوس جاهزه. تمام يا فندم والله. انا اللي بقول لك اهو فلوس جاهزه. طيب مسي بقى تتباعت امتى بقى؟ كده كمل لك بقى. اتفضل بقى. ايه تعرف؟ اتفضل. تتباعت امتى؟ لما الاستاذ محمد الدولي والاستاذ علي عباس يقرر يبعت. لا معلش قول تاني عشان الصوت بس مش واضح. اللي هيبعت الفلوس الاستاذ علي عباس المحامي الدولي اللي مترافع عن كهرباء في الفيل. تمام. بس هيدفعها امتى بقى؟ بكره، بعده كده. ماشي يا باشا، احنا ندفع غرامة كهرباء دي كوينز، جنيهات، وما يجي لنا مزاج بقى. المهم ان احنا ناخد البطولة النهارده، وبعد كده كل عام وانتم بخير. كهرباء يا جماعة مش هعوضهم، مجننهم، عامل لهم هبوط في الزعبوط. ني على الهادي يا زبادي. النادي الاهلي هو النادي الاهلي ده واحد، وباقي ماتش واحد، وان شاء الله بكره يجيبوا واحد. هو اهلي واحد وباقي ماتش واحد، وبكره يجيبوا واحد ان شاء الله. الثلاث وحيد دول يجوا مع بعض كده والحياه تبقى جميله. مباراه صعبه جدا، مباراه ليست يعني مضمونه، ليست في متناول اليد، انما شويه مجهود مع حظ النادي الاهلي مع حسين الشحات. مش عارف، عندي يعني فقل طيب واحساس طيب بحسين الشحات جدا جدا جدا، اكتر من اي حد. هو موسم حسين الشحات. بكره ان شاء الله الزي الاحمر يعني يتفوق ويفوز. مش حاسسها من قلبك كده برضه؟ الوداد بيلبس احمر. كملوا شجعوا الوداد. سبحان الله، ده ممكن الفرقه الوحيده في افريقيا خرجت من البطوله من دور المجموعات وجمهورها مكمل ما شاء الله للمباراه النهائيه.